الست دي بتنافس مبيعات الانجيل وويليام شكسبير. لو ما سمعتش عن اجاثا كريستي قبل كده فاسمح لي اقول لك ان هي اسطوره توفت ولم تموت. هذه السيده الانجليزيه اللي تلقبت بملكه الجريمه، في تاريخ وفاتها كان عندها 66 روايه بوليسيه و14 مجموعه قصصيه و20 مسرحيه بتعرضوا، بل ان عندها 6 روايات نشرهم تحت اسم مستعار، ماري ويست ماكوت ده الاسم اللي كانت بتنشر بيه لما تكون حابه تطلع اي روايه مش بوليسيه. تقول لي ما هي مش بالكتره يعني، اقول لك ان السيده اجاثا محققه مبيعات فوق ال 2 مليار. الست دي بتنافس مبيعات الانجيل وويليام شكسبير، وانتصرت في معركه الترجمه باكتر من 100 لغه ترجم ليها الروايات بتاعتها. لقوا عليها اجاثا في اليوم ده هنحتاج نرجع بالزمن لسنه 1890 تحديدا يوم 15 سبتمبر. راجل امريكي واقف جنب مراته الانجليزيه في ولادتهم لطفلتهم الثالثه. الاب هو فريدريك ميلر والام الانجليزيه كلاريزا مارجريت، واللي كانت معروفه بحب مش طبيعي لعيالها. كلاريزا كانت شايفه زي اي ام ان عيالي دايما على حق. هذه المراه الامباورنج بتولد بنتها الثالثه اجاثا. اجاثا كانت عندها طفوله يتمناها اي طفل، منطلقه تماما بلا اكتراث، بتعمل اي حاجه وبتتعلم وبتجرب كل شيء بدون قلق. حب كبير قوي بينها وبين مامتها، ومش بيعكر صفو الحب ده غير موت باباها فريدريك وهي عندها 11 سنه بس. اجاثا بيجي لها دور برد فبتضطر تهدي اللعب وتقعد في السرير، ولما كلاريزا مامتها بتلاقيها قاعده ملانه في السرير بتقول لها ما تسلي نفسك كده واقعدي اكتبي قصه. مش احكي لك قصه، لا اكتبي قصه. اجاثا بتقول لها بس انا ما بعرفش اكتب. فبكل حب وامباورنج في الدنيا مامتها بترد عليها لا انت بتعرفي، انا عيالي بيعرفوا يعملوا اي حاجه. في اليوم ده اجاثا بنت ال 11 سنه عملت اول درافتايه، كتبت اول قصه في حياتها بعنوان بيت الجمال، واعتمدت في القصه على خيال وغموض واثاره. دول الثلاث عناصر اللي اجاثا كريستي هتكمل بيها حياتها لاكتر من 70 سنه من بعد تاريخ كتابه القصه دي. لما بنبص على حياه اجاثا بنلاقي ان هي ما فيهاش اي تحول دراماتيكي يعني حصل لها غير الحادث اللي كان نتيجه طلاقها من ارتش كريستي، واللي صادف نفس سنه وفاه مامتها سنه 1926. الراجل ده بصراحه كان بيخونها برضه مع واحده اسمها نانسي نيل، ده بيسبب لها صدمه كبيره. وفي يوم السبت 4 ديسمبر من سنه 1926 بيلاقوا عربيه اجاثا متسابه على الطريق فيها رخصتها والجاكيت بتاعها، وبتبدأ من يومها وال11 يوم بعدها حملة من الصحافة والإعلام للبحث عن الكاتبة اللي اختفت في ظروف غامضة. صحف بريطانية زي ذا ليدز ميركوري أو عالمية زي نيويورك تايمز في أمريكا وديلي نيوز في أستراليا كتبوا كلهم منشتات تطالب بالبحث عن السيدة كريستي، وتحولت قصة اختفائها للغز زيه زي رواياتها بالظبط. عازف بوب تابن بيبلغ إن هو شافها في الفندق، وبيوصل الضباط ومعاهم دكتور بيأكد إن أجاثا بتعاني من فقدان مؤقت في الذاكرة. لكن الغريب كان الاسم اللي سجلت بيه لما نزلت في الفندق، كانت نازلة باسم نانسي نيل. قال له مش ده اللي هو اسم عشيقة جوزها او الاكس بتاعها يعني وقتها.